في بيت صغير في قرية في الشرقية في مصر. بيت عادي جدا من بره، لكن من جوه كارثة حقيقية. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. كل أسرة كانت بتسكن فيه كانت بتسيبه بعد أيام قليلة. ليه؟ أصوات صريخ بالليل، أبواب بتتفتح وتقفل لوحدها، وحاجات بتختفي وتظهر تاني في أماكن تانية. الناس قالت بيتهيأ لكم، لحد ما وصلت الشكاوى للحكومة. وزارة الصحة راحت بنفسها، جابوا لجنة كاملة دخلت تفحص البيت، والنتيجة قالوا إن في غازات سامة بتخرج من الأرضية بسبب نوع معين من الرطوبة والمبيدات اللي كانت متخزنة جوه البيت من سنين. لكن السكان نفسهم بيقولوا حاجة تانية خالص. في راجل اتدفن في البيت ده وهو عايش زمان، وأي حد بيدخل البيت بيحس إن في حد بيراقبه طول الوقت. في واحدة من السكان قالت كنت بصلي لقيت كرسي بيتحرك لوحده قدامه. لحد النهاردة البيت فاضي، وكل اللي يفكر يدخل يقعد فيه يخرج يجري بعد أول ليلة. لو عجبتك القصة، ولو عندك كمان قصة مرعبة، ياريت تقولها لنا في الكومنت، وما تنساش الاشتراك واللايك علشان الرعب ما يقفش.